2016. 32 لقب حققهم النادي الملكي ريال مدريد، اخرهم كان لقبه في عام 2012 لما توج بلقب الدوري في 2012. تمريره هذه انطلاقه رونالدو، اول هدف اللقاء رونالدو. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، صانع المتعه والباحث عن الالقاب، هذه صانع المتعه كريستيانو رونالدو في الدقيقه الثانيه. في الدقيقه الثانيه كريستيانو رونالدو التمريره والهدف رقم 25. كرة حلوة حلوة حلوة. الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى، 368 هدف، تفوق على كل من جريمز الانجليزي وتفوق ايضا على مولر. شوف امامنا الكرة، وادي امامنا ابعاد الكرة الخاطئ هنا، لكن يا سلام يا اسكو، ادي المايسترو اسكو يلعبها حلوة قوي، لمسة ابداع من اسكو واللمسة النهائية والختم النهائي على الهدف الاول هنا في مرمى مالاجا. يسجل كريستيانو رونالدو بالتخصص هدفه رقم 16 في مرمى فريق نادي مالاجا. ادي كريستيانو رونالدو لمسه، شوف الاستلام والمهاره، وادي الحارس الكاميروني كاميني، لكن الكمين اللي اتعامل لكريستيانو رونالدو كان كمين لم يكن ناجح. لويس هرنانديز اخطا في التمرير، واسكو صنع الهدف، وسرعه كريستيانو رونالدو CR7 ينطلق باحلام 93 نقطه، ويترك البارسا في حال خسارته عند 87 نقطة. هذه انطلاقة بجانب اسكو، الهدف الثاني للتعديل، وكرة بينية لكن على طول قاطعها لويس هرنانديز. شوف اسكو وماذا يفعل اسكو، عنده لمسة الإبداع العالية قوي في التمرير وإيصال زملائه للمرمى. عمل تمريرة رائعة الحقيقة في اللقطة الماضية، ولكن كان هناك تدخل صنع اسكو حتى الآن 9 أهداف هذا الموسم لفريق نادي ريال مدريد. سواريز هو الأكثر تمريرات حاسمة، 13 تمريرة. توني كروس صنع 12 هدف، نيمار 11 هدف، مارسيلو واللاعب بيتي 10 أهداف، ميسي صنع 9 أهداف، وأنخيل كوريا، وأيضا مع ميسي دلوقتي حاليا اسكو 9 أهداف. كوريا وسارابيا عملوا 8 أهداف. ركلة ركنية هي الرابعة في اللقاء لصالح ريال مدريد عن طريق توني كروس، رأسية المرة دي. راموس ضيعها وبنزيما سجلها، والريال مدريد يتمسك بالفوز والانتصار. وكريم بنزيما يعمل الفولو، يعمل المتابعة ويسجل في الدقيقة 55 هدف التقدم الثاني 2-0، هدفه رقم 11 هذا الموسم. شوف امامنا الجماهير وحكم اللقاء. ايه القرار؟ حكم اللقاء، ما هو القرار؟ حكم اللقاء هذا الانذار للحارس كاميني، وهدف ياتي هنا من المتابعه. كره ركنيه راحت لراموس، انقذها كاميني، ثم تابعها كريم بنزيما، وكاميني يتلقى. هذه الاعاده لتوني كروس، هذه الكره على طول هنا من جانب اللاعب راموس، وترتد الكره ترتطم في اللاعب راموس وتصل الى كريم بنزيما. هدف هنا في هذه اللقطه، ترتطم الكره في اللاعب فاران، وياتي هدف عن طريق اللاعب كريم بنزيما من لمسه واحده. هدف جميل، متابعه في الدقيقه 55. 2-0، 2-0. ريال مدريد يتفوق ويسجل الهدف الثاني، هدف للتوني.